سنة 2018 حصلت أزمة دبلوماسية كبيرة جدا بين الفلبين والكويت. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? ليه يا سيدي؟ علشان المواطنين الكويتة كانوا بيعاملوا المواطنين الفلبينيين معاملة ممتازة. والمعاملة الممتازة دي كانت مخلية كل الناس اللي في الفلبين عايزين يروحوا يشتغلوا في الكويت. طبعا انا بتريق، العكس هو اللي حصل. وكانت النتيجة ايه بقى؟ ان الفلبين ما قالتش ان ده تصرف فردي، لا، طلع رئيس الفلبين وقال للكويت يعني اداهم من المنقي خيار، وقال لهم ان احنا شاركنا حتى في التحالف الامريكي اللي جه حرر الكويت، وفي 3 عساكر من عندنا اتصابوا في الحرب دي، اللي احنا بالمناسبة مصر شاركت فيها ب 34,000 مقاتل، وفي 11 ماتوا وحاجة و80 واحد مصاب في الاتصاب وفي الحرب دي. بس دي جزئيه يعني هنرجع لمصر دلوقتي، لكن نكمل خلينا مع الفلبين. الرئيس الفلبيني طلع قال للمواطنين اللي بيشتغلوا في الكويت، قال لهم تعالوا وانا هتحالف مع الشيطان عشان الاقي لكم شغل وان انتوا تعيشوا حياه هنا كويسه، وبعت طيارات تجلي المواطنين الفلبينيين من الكويت مجانيه، يجلوا المواطنين كلهم من الكويت. You come home and I will sell my soul to the devil to look for money so that you can come home and live comfortably here. ومنعوا وحظروا ارسال العماله الفلبينيه للكويت، والازمه دي اتحلت باتفاقيه بين البلدين. ده ليه؟ كل ده حصل ليه؟ علشان المواطنين هناك في الكويت كانوا بيعاملوا المواطنين الفلبينيين معامله كويسه قوي. واللي بالمناسبه نفس المعامله دي هي برضو اللي لما يبقى المواطن هناك قاعد زهقان ينزل اي سوبر ماركت يدور على اي مواطن مصري شغال هناك يلعب معاه ماتش ملاكمه او ماتش بوكس، لانه هو عارف ومدرك تماما ان المواطن المصري مش هيقدر يلعب معاه نفس الماتش، مش هيقدر يرد معاه اللعب. والسبب طبعا معروف، اولا لان هو غلبان في الاساس، ولان هو خايف على اكل عيشه، لان هو عارف انه ما حدش يقف وراه، ان هو لو اتقبض عليه، وفي الغالب ده اللي هيحصل، هيتحبس وترحل في الاخر. في الاول والاخر ايه اللي بيتقال من واحده مثلا زي وزيره الهجره اللي كانت مسؤوله وقتها؟ ان دي حوادث فرديه، حتى لو بتتكرر مره مرتين في الشهر دي حوادث كلها فرديه. حتى لو بتتكرر في دول تانية غير الكويت، انا بس بضرب الكويت كمثل، يعني كمثل امن ان انا اضربه برضو، يعني مش اي امثله نقدر نضربها. يعني معلش انا خدتكم في حته تانية بعيد عن عنوان الفيديو اللي هو احمد حلمي والقصه بتاعت احمد حلمي. اللي ما يعرفش احمد حلمي في المسرحيه بتاعته بيسلم على الصف الاول، قال هزار سخيف مع واحد هو اصلا يعرفه. مصر صف اول اكيد معزول، ده اكيد معزول. وبالمناسبه احمد حلمي ما يقصدش ان هو يهين المصريين ولا حاجه، لان هو اصلا يعرف الراجل، هو بيهزر هزار سخيف ودمه تقيل. المشكله بقى ان هزاره السخيف ده جه على الجرح. الموضوع اكبر من احمد حلمي. احمد حلمي ما يقصدش انه يهين الناس، الموضوع اكبر منه. كما كله كده بتقول ان الهزار نص الجد. للاسف احمد حلمي لما هزر الهزار السخيف ده جه على الجرح جامد. هو ما يقصدش انه يهين المصريين للمره الالف. انا ظني الشخصي ان الراجل ده ما يقصدش اطلاقا ان هو يهين المصريين، او ان هو يهين الراجل المصري، انه يقول له انت مصري، ده انت اكيد بقى ما انتش لاقي تاكل، ازاي تقطع تذكره صف اول، انت اكيد جاي مدعي. مع ان هو على فكره طالع اعلن ان هو اللي داعيهم، وحتى من قبل ما يعلن انا ما كنت شبه متاكد ان هو ما يقصدش، لكن هو هزار سخيف. الهزار السخيف ده جه على الجرح. جرح ايه؟ ان للاسف المصري بره بيقبل باي حاجه، شغلوني اي حاجه. انما المصري لما تكلموا اي حاجه ان شاء الله خدام، شغلوني خدام. يجي الراجل الكويتي ولا ايا كان جنسيته، انا بضرب المثال بالكويتي لانه ده مثال امن، يجي الراجل الكويتي يلعب معاه ملاكمه، خلاص العب يا باشا ملاكمه وانا هتفرج عليك وانت بتلعب. للاسف مش هقدر اشترك معاك في اللعب. انما هل المواطن الكويتي ده مثلا كان يقدر ينزل يلعب ماتش الملاكمه ده مع مواطن اسرائيلي مثلا، او مع مواطن امريكي؟ لا، ما كانش هيقدر يلعب مع ماتش الملاكمه ده. اولا لان المواطن الامريكي او الاسرائيلي او ايا كان يعني الجنسيه الاخرى، او حتى يا سيدي لو المواطن ده سعودي مثلا، مش هيشتغل الشغلانه دي، مش هيقبل ان هو يشتغل الشغلانه دي، لانه ما عندوش، هو ما يقبلش انه يشغلوني اي حاجه ان شاء الله خدام. كل الشغلانات حلال وكل حاجه، لكن هو المواطن ده مش هيقبل ان هو يسيب بلده ويروح يشتغل الشغلانه دي. فاحنا هنا نمسك في ايه اللي خلى المواطن ده يقبل اصلا ان هو يشتغل الشغلانه دي؟ ايه اللي خلاه يسيب اهله وناسه ويروح يقبل ان هو يشتغل الشغلانه دي في دوله تانية؟ فالموضوع اكبر من احمد حلمي بكتير. فده السبب الاولاني. السبب التاني بقى ايه؟ ان المواطن الكويتي مدرك تماما ان المواطن التاني ده الدولة بتاعته مش هتطلع تقول دي حادثة فردية، لا، ده الدولة بتاعته هتيجي تلعب معاك ومع الدولة بتاعتك كلها ماتشات بقى، بطولة ملاكمة بقى. عشان ايه؟ عشان المواطن ده يا باشا فكرة،
المواطن ده ما بيعبرش عن نفسه. ان انت تنزل تلعب معاه ماتش ملاكمه ونشوف الحاجات اللي احنا شفناها طول السنين اللي فاتت، ده ما بيعبرش عن نفسه، ده بيعبر عننا. تهزر معاه يبقى انت بتهزر معانا، تلعب معاه يبقى انت بتلعب معانا، واللي يلعب معانا يستحمل. هو مدرك ده تماما، فعشان كده ما عمره ما يعمل الكلام ده مع اي حد تاني، انما يعمله معانا ليه؟ حادثه فرديه، لانه عارف الرد، عارف اللي هيحصل، لانه من امن العقاب اساء الادب. احمد حلمي وشيرين لما طلعت اتكلمت على الميه بتاعه النيل ما تشربوش منها عشان مليانه بالهريسيا، هيجيلك بالهريسيا. وبيومي فؤاد لما طلع يعيط ويهاجم الناس. للاسف الشديد احنا الفن والفنانين بتوعنا هي صادرات للدوله، واحنا للاسف بنصدر زباله. مش الاشخاص، بالعكس الاشخاص محترمين جدا، لكن الفكره، الكلام اللي بيتقال او الهزار اللي بيتقال بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن افكار. فللاسف الفكره بتاعت ان المصري ما يقدرش يدفع ثمن تذكره، او ان المصري يشرب من ميه النيل دي مليانه بالهريسيا يعني الناس عندها يعني الفكره دي عموما فكره زباله. فللاسف احنا بنطلع بره نصدر افكار زباله. وارجع واعيد واكرر، انا ما بقولش ان الناس دول زباله، لا، الافكار زباله. احمد ما كانش يقصد انه يهين الناس، ولا شيرين كانت تقصد انها تهين الشعب، ولا بيومي فؤاد كان يقصد، لكن الافكار اللي هم طلعوا صدروها بره افكار زباله. طيب والحل يا عم عمرو؟ الحل في اجابه السؤال: امتى ننتهي من تصدير الافكار الزباله دي، وامتى المواطن المصري محدش بره يقدر يقول له تلت التلاته كام؟ والاجابه اللي انا اقدر اقولها في فيديو واجاوبها: بص حبيبي، لما اهل بيتك يحترموك محدش من الجيران هيقدر يتطاول عليك. انما الجيران سامعين اهل بيتك بيزعقوا معاك، الجيران اهل بيتك لما بيسافروا عندهم بيتريقوا عليك هناك، وبيحاربوك هناك، وبيقعدوا يزروا بعض هناك، ويحاربوا بعض هناك. فالجيران انت بتروح عندهم تقل من كرامتك، فانت مستني من الجيران ان هم يحترموك ازاي؟ السلام عليكم.